هذا القسم المفضل عندي. يعني احيانا بيلزمني مثلا 2 براغي، راح تقول لي حدا بيشتري 2 براغي؟ طبعا انا احيانا بيكون لازم لي بس 2 من هذا المقاس بالباهوس باليوم. شوف تاخذ 2، بتشوف اول شيء طبعا السعر مكتوب، تاخذ هون الكود هذا اللي هو 0.868 او فيك تاخذ بس 868، بتحطهم بالكيس، بتحطهم هون، بعد الانتر شايفين اخذنا شيء ب6 ليرات عادي، ما في اي مشكله، ما في حرج. هذا واحد من احلى واهم المشاريع اللي بنتمنى انه تصير بسوريا. المقيمين بتركيا اكيد بيعرفوا باو هاوس، طبعا اللي جايين من برا احتمال ما يكونوا بيعرفوه. مثل هاي المشاريع بالعاده منتشره بدول مثل الاتحاد الاوروبي، بتركيا، واظن منتشره بالخليج العربي. طبعا هي عباره عن مشاريع ضخمه فيكن تدخلوا عليها وتاخدوا كل شيء بيخطر على بالكم. يعني إذا بدكم تجهزوا بيتكم، مزرعتكم، محلكم، أي شيء بدكم إياه بتدخلوا بتجهزوه مرة واحدة وبتطلعوا، سواء إن كنتوا صنايعيين أو كنتوا أشخاص عاديين. الحساب المفضل عندي إذا بدك تختار كابل معين، شوف بننزل بنحرك لحد ما نوصل للي بدنا إياه. هلا حتطلع لنا كل الموديلات. بعد ما نختار الموديل اللي بدنا إياه بنقيس مثلا بالمتر، شايفين نقيس مقاسات المتر اللي بدنا اياه، ناخذ بنحط هون على هذا الجهاز، طبعا بيلف الكابل بشكل دائري وبيقطعه. اول شيء بدي تعرفوا انه انا صورت بمقدار 30 او 40% من المكان اللي انا فيه، طبعا لحتى المقطع ما يصير كتير طويل ولحتى ما تنزعجوا من المشاهدة. يعني انا اذا كان بدي اصور بهذا المكان بحذافيره على الاقل بدي شيء 2 أو 3 ساعات. اصلا لما بروح على المكان بتعب من المشي فيه، لكن بصراحة هو متعة تسوق حقيقية. يعني انا بالنسبة لي في كتير اشياء بحب اعملها بالبيت بنفسي، مو بهدف التوفير ولا بهدف اني اتعدى على مصلحة حدا، لا، في احيانا اشياء ممتعة ان الواحد يعملها. طبعا اشياء خفيفة انا بعملها بالعادة، مثلا اني ثبت لوحة، اصلي شي شغلة بالبيت، مثلا بدد شي شغلة، يعني اشياء من باب المتعة بحب اني اعملها. وبنفس الوقت بروح على البا هاوس وبطلب الاشياء اللي بدي اياها. يعني مثلا شوفوا لي هالماكينه الخشب الكبيره، انا احيانا بلزمني رفوف معينه، بلزمني قطع خشب معينه، بروح بقصهم بالمقاس اللي بدي اياه. لو كان بدكم ابواب، لو كان ابواب منزل، لو كان ابواب الغرف العاديه، كله موجود. يعني مثلا الطاولات، خزائن الاحذيه، كثير كثير اصناف. عم بحكي لكم عن مجمع ضخم. البويا مثلا، اذا انتم عندكم متعه في البويا، بتحبوا تدهنوا بيتكم بنفسكم، بتروحوا لهنيك كل شيء موجود، كل انواع البويا، كل تختاروا اللون اللي بدكم اياه، وبهدول الماكينات بيعملوا لكم اللون اللي بدكم اياه، وكل الادوات موجوده. شوفوا لي على هيك اختراعات، شوفوا لي على هيك تقنيه فيكم تساعدوا نفسكم بنفسكم بالبا هاوس بدون ما حدا يزعجكم. عده اوراق الجدران، يعني اوراق الحائط كلها موجوده. شوفوا لي على هيك اشياء، شوفوا هذا فلين، شايفين هدول كلهم فيكم تعملوهم بالبيت بنفسكم. كل الأدوات، كل الاحتياجات، كل الأشياء اللي ممكن تساعدكم حتلاقوها موجودة بالبا هاوس. يعني إذا كنتوا صنايعيين كل شيء بدكم إياه موجود. لا، إذا كنتوا أفراد عاديين وبتحبوا وعندكم متعة أنكم تسووا شغل بالبيت بنفسكم، فيكم تروحوا تاخدوا اللي بدكم إياه وتشتروا اللي بدكم إياه وتجهزوا بيتكم بنفسكم. عن جد يعني في متعة بالموضوع. طبعا انا عم بحكي وانتم عم تشوفوا انه في اصناف هائله. يعني شوفوا لي مثلا انظمه المراقبه، انظمه الاطفاء، مسكات الابواب، مسكات الخزائن. طبعا هون عم بحكي عن القسم اللي فيه المسامير، قسم السيارات. يعني شيء ما بينعد وشيء ما بينوصف. عن جد يعني هذا من احلى المشاريع اللي انا شفتها بحياتي. بتمنى لو كان بلادنا يصير فيها هيك مشاريع. طبعا هي مشاريع ضخمة جدا، بدها تمويل هائل. يعني أكيد مو أفراد عاديين، أكيد شركات ضخمة اللي بتفتح هاي المشاريع. لكن إن شاء الله رح يصير في عنا بسوريا هيك مشاريع. شوفوا لي إذا أنتم كنتوا صنايعيين، يعني كل الموتورات، كل المذاقب، كل شيء بيخطر على بالكم، حتى عدة النجارة، المقصات، الأدوات الثقيلة موجودة. شوفوا لي نباتات الزينة الحقيقية والصناعية. طبعا هدول اللي عم نشوفهم أول شيء الصناعيات، وهلأ بنشوف بعد شوي الحقيقيات مثل ما لنا شايفين. طبعا كل أنواع البذور كمان موجودة إذا بتحبوا تزرعوا، كل أنواع الأتربة والسمادات الجاهزة موجودة، كمان عدة الحدائق والجناين كمان موجودة. طبعا هذا القسم المفضل عندي اللي هو فيه قسم الجناين وقسم الباربيكيو. يعني إذا أنتم بتحبوا الرحلات فيكم تاخذوا كل شيء بخص الرحلات من هذا القسم. طبعا باهاوس منتشر بكل تركيا، فيكم تكتبوا باو هاوس وتروحوا على أقرب فرع قريب عليكم.
إذا المقطع عجبكم لا تنسوا اللايك ومتابعة الصفحة.